أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم للشباب في هذه الأيام وخاصة طلبة العلم؟ الشباب هم ثمرة الأمة وهم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم الذين يرثون هذا الفضل العظيم وهذا الواجب العظيم بعد آبائهم ويبلغونه للناس، فيجب العناية بالشباب، ويجب على الشباب أن يعرفوا واجبهم وأن يهيئوا أنفسهم لتحمل المسؤولية، ويعرفوا أنهم يحملون هذا الإسلام وهذا الدين بعد آبائهم، فليكونوا على أهبة الاستعداد واليقظة، خصوصا في هذا الوقت، لأن الشباب الآن على خطر من الأفكار الوافدة ودعاة الضلال، وكل يجذبهم إليه من دعاة الضلال، فليكونوا على حذر من الفكر المنحرف، من فكر الخوارج، من فكر المرجئة، من فكر المعتزلة، من فكر الطوائف الضالة، ويلزموا ما عليه أهل السنة والجماعة، ما عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من أتباعهم. فعلى الشباب أن يفهموا مهمتهم وأن يتهيئوا لتحملها وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم، هذا هو واجب الجميع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لطالب العلم المبتدئ في أي كتاب يبدأ بعد كتاب الله تعالى؟ طالب العلم إن كان في الدراسة النظامية فإنه يدرس المقررات، الكتب المقررة يدرسها ويعتني بها ويتقنها ولا يذهب إلى غيرها. وإن كان يقرأ على المشايخ وعلى العلماء في الحلقات فهو يسأل المشايخ الذين يتلقى العلم عنهم ويستشيرهم في الكتب التي يقرأها ويذاكرها، ولا يكون أي كتاب يقرأ فيه، لأنه هناك كتب ضلال، هناك كتب شركيات، هناك كتب دعاية باطلة، الكتب يدخلها الدخيل، فلا بد من استنصاح أهل العلم إما في المدارس وإما في المجالس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو السبيل إلى الوصول إلى مرتبة العلماء؟ طلب العلم. العلماء ما حصلوا على العلم عفوا، إنما حصلوا عليه بتوفيق الله أولا، ثم بطلب العلم والصبر على ذلك والمذاكرة. ما حصل لهم العلم عفوا، إنما حصل بالطلب، والطلب لا شك أنه متعب، ولكن الصبر يعين الإنسان، واستعينوا بالصبر والصلاة، فاستعان على طلب الخير بالصبر وبالصلاة، حافظ على الصلاة لا سيما الصلوات الخمس وما تيسر معها من النوافل تعين على طاعة الله وعلى حصول العلم. ويقال في الحكمة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل، أورثه الله علم ما لم يعلم. العلم بالتعلم، والعلم بالعمل، والعلم بالتلقي عن العلماء، والعلم إنما
ينال بالصبر والتحمل على التعب، سهر الليالي وتعب النهار، لا يحصل العلم عفوا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن مجموعة من الخطباء والأئمة ونبتغي منكم نصيحة توصون بها. نعم، هذه مزية عظيمة، أئمة وخطباء تؤمون الناس وتخطبون على المنابر، هذه مزية عظيمة، لأن تعلموا من في مساجدكم، تعلموهم العلم النافع، العقيدة أولا، ولو بصفة مبسطة ومختصرة، تعلموهم عقيدة التوحيد، تعلموهم أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج والعمرة، أركان الإسلام، تعلموهم ولو بصفة مختصرة، فهذا من نشر العلم، وهذا من فوائد ارتياد المساجد، الذهاب إليها، حضور مجالس الذكر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ظهر في هذه الفترة من يفتي بجواز الأغاني والموسيقى، فهل هذا القول صحيح؟ هذا قول باطل، ولا يفتي بهذا من العلماء المعتبرين، إنما يفتي به إما أهل ضلال وإما أهل جهل. فاللهو هذا لهو الحديث، من الناس من يشتري لهو الحديث، وهذا هو الغنى، لهو الحديث هو الغنى، يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك في ضلال مبين. استبدل الإنسان الأغاني بدل القرآن، هذا هو الانتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أرجو أن توضحوا لي كيف تتحقق طمأنينتي في الصلاة. تحقق بالخشوع، أن تتذكر عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه، فإذا تذكرت واستحضرت عظمة من وقفت بين يديه خشع قلبك وسكنت جوارحك وترتاح في صلاتك، تتلذذ بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالصلاة ويرتاح فيها، فكان إذا حزبه الأمر قال: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها، فيرتاح بالصلاة لأنه يخاطب ربه ويقف بين يديه ويدعوه، فهي راحة للمؤمن، صلة بين العبد وبين ربه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عند أول الصباح وأول المساء هل الأفضل قراءة القرآن أم أذكار الصباح والمساء؟ الأفضل الورد، أولا الورد الصباحي والمسائي تحافظ عليه، وتقرأ القرآن بعدما تأتي بالورد الصباحي والمسائي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ يحرص المأموم على أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، وفي الصلاة السرية الظهر والعصر يقرأ الفاتحة، وفي الصلاة الجهرية يقرأها في سكتات الإمام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم للشباب الذين يتتبعون عثرات ولاة الأمر ويثيرونها في المجالس العامة لزرع الفتنة والفرقة والشقاق؟ نسأل الله أن يصلحهم وأن يهدي قلوبهم وأن يردهم إلى الحق والصواب. الناس والأمة تحتاج إلى ولاة الأمور، ولا يكون هناك ولاة أمور إلا بالسمع والطاعة، فلا بد من الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة.
ومعرفة قدر ولاة الأمور. فولي الأمر يجب أن يعرف قدره وأن يدعى له وأن يطاع في غير معصية الله، يطاع فيما أمر به إذا لم يكن من معصية الله، فلا يطاع في المعصية لكن يطاع في غيرها من الطاعات. والإمام قد يخطئ في بعض المسائل، فإذا عرفنا أنه أخطأ فيها فالعصمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنتجنب الخطأ ونأخذ الصحيح. ولكن من هو الذي يعرف خطأ الإمام؟ لا بد أن يكون الإنسان على علم وعلى بصيرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل وردت أحاديث صحيحة في فضل النصف من شعبان؟ أبدا، كل ما روي في فضل النصف من شعبان فإنه لا أصل له ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار؟ نعم، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها في الدنيا نفس يعذب بها في نار جهنم. تحضر الصور يوم القيامة ويعذب بها أصحابها، كل صورة يعذب بها في جهنم. هذا وعيد شديد. التصوير لا يجوز، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا عند الضرورة. الصورة لجواز السفر، الصورة لحفيظة النفوس، هذه ضرورات يحتاجها الإنسان فيباح تصوير لها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحوننا بها في الاعتقاد؟ كتب كثيرة ولله الحمد، ولكن فيه مختصرات مبسطة. 3 الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه رسائل مختصرة مفيدة جدا. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، شرحها للعز بن أبي العز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم للمسلم تجاه أهل بيته في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن؟ أهل بيته رعية تحت ولايته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الوالدين فقال: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا خطاب للوالدين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة الأخذ من اللحية وتحديدها إلى درجة تقصيرها، وإذا سألت أحدهم استدل بفعل ابن عمر في القبضة، فما هو توضيح ذلك؟ نحن نستدل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى. كل هذا أحاديث صحيحة في اللحى. اللحية جمال الرجال وهي الفارقة بينهم وبين النساء، فلا يجوز حلقها ولا قصها ولا تخفيفها. هي ليست ثقيلة، هي جمالك، وهي الفارقة بين الرجل والمرأة، فلماذا تتسلط عليها، تحاصرها، تقصها أو تحلقها؟
كما يفعل بعض الناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما في المنكرات العامة؟ ضوابطه تنفيذ السنة الواردة في هذا، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. إن كان من أهل الحسبة فإنه ينكر المنكر بيده، وإن كان من غير أهل الحسبة فإنه ينكر المنكر بلسانه، بأن يبين للناس وينصح ويعظ. إن كان لا يستطيع الإنكار باللسان ينكر المنكر بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي شروط الدعوة إلى الله تعالى؟ شروط الدعوة إلى الله عز وجل: أولا الإخلاص في الدعوة إلى الله، أن يكون قصده الأجر والثواب، امتثال أمر الله القائل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أولا الإخلاص لله عز وجل. ثانيا العلم، أن يدعو على بصيرة أي على علم، أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم بما يدعو إليه وما ينهى عنه وما يأمر به، يكون على بصيرة، ما يدعو وهو جاهل ولا يدري، لا بد أن يكون عنده علم يمشي عليه في الدعوة. استعمال الحكمة مع المدعوين، لا يعنفهم ولا يغضب عليهم، وإنما يأخذهم بالطريقة الجذابة المرغبة في الخير، ولا يقسو عليهم، خصوصا إذا كانوا جهالا لا يعرفون، عليه أن يتلطف بهم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا تكون الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو منهج المسلم وطالب العلم خصوصا من اختلاف العلماء فيما بينهم؟ يا أخي، إن كان الإنسان السائل عامي، العامي يسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بفتوى، وإن كان السائل من أهل العلم وعنده معرفة وبصيرة فإنه يأخذ بالدليل، يأخذ بما قام عليه الدليل من أقوال العلماء، لأنه يعرف الحق بدليله، فلا يقلد وهو يقدر على معرفة الدليل، فيأخذ ما يقوم عليه الدليل ويترك ما لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لأهل الذنوب والمعاصي؟ نصيحتنا، وكلنا كذلك، كلنا لنا ذنوب ومعاصي سيئات، نستغفر الله ونتوب إليه. الله جل وعلا أمرنا بالتوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا إلى الله، أنيبوا إلى ربكم، الرجوع إلى الله عز وجل، ولا ييأس الإنسان ويقول أنا كثرت ذنوبي وأنا أتوب بعدين أرجع لا، هذا من الشيطان، بل يتوب إلى الله عز وجل. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا يعني ارجعوا إلى ربكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل سورة الإخلاص تقال بعد كل صلاة؟ مع الورد. نعم، تقال مع الورد سورة الإخلاص، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس،
تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العصر، على أنها من الورد اليومي، من الورد اليومي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجب زكاة بهيمة الأنعام التي تعلف على مدار العام؟ نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل تجب زكاة بهيمة الأنعام التي تعلف على مدار العام؟ لا، إلا إذا كان ينويها للبيع. إذا كان ينويها للبيع يزكيها زكاة عروض تجارة مثل السلع. أما إذا كان يعلفها غالب الحول ولا ينويها للبيع فليس فيها زكاة، لأنها ليست سائمة. زكاة إنما تجب في السائمة، وهي التي ترعى الحول أو أكثره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لمناسبة قرب شهر رمضان فما هي نصيحتكم لعموم المسلمين؟ أن يقبلوا على الله عز وجل، وأن يدعوا الله أن يبلغهم رمضان، وأن إذا دخل عليهم شهر رمضان أن يقوموا بحقهم من صيام وقيام وتلاوة قرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إني حججت وكان علي دين، إلا أن أصحاب الدين قد سافروا، فما حكم حجي؟ إذا كان عندك سداد للدين وعندك نفقة الحج، يعني عندك فائض عن الدين، تحج حجة الإسلام. أما إذا كان الذي عندك لا يزيد عن سداد الدين فقدم الدين، إلا إذا سمح لك الدائن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انشغل كثير من الشباب بمواقع التواصل الاجتماعي في الانترنت وأشغلوا كثيرا من أوقاتهم، فما هي نصيحتكم في ذلك؟ نصيحتنا في ذلك أن يتجنبوا هذه الشبكات وهذه المواقع لأنها مصائد للشيطان، يصطادهم الشياطين الإنس والجن، فعليهم أن يجتنبوها. الجوال إنما جعل للمكالمات ولقضاء الحاجة، وهو من نعم الله علينا، فلا نستعمله في معصية الله وما يضرنا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من لبس الجوربين وهو على طهارة إلا أن في القدمين شيء من الدهن؟ لا يضر، الدهن لا يضر، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لرجل أن يتزوج من امرأة أرضعتها أخته الكبيرة؟ لا، أخته يصير خالا لها، يكون خالا لها من الرضاع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا توضأت ينزل مني بعض البول لمرض عندي، فهل يلزمني إعادة الوضوء؟ إذا كنت لا تستطيع منع البول فإنك تؤخر الوضوء إلى أن تريد الصلاة، فإذا أردت أن تصلي فتوضأ وصل، ولو نزل منك بول وأنت تصلي لأنك لا تستطيع منعه، صلاتك صحيح. هذا قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أعظم ذنبا، الشرك الأصغر أو البدعة؟ الشرك أعظم، الشرك أعظم، لأن الشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان أكبر أو أصغر. الشرك لا يغفر إلا بالتوبة. والبدعة أيضا خطيرة، عليه أن يتوب منها ويرجع إلى السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وردت نصوص في الخوف من الله، ووردت نصوص في رجاء ما عند الله ورحمته، فما هو موقف المسلم من ذلك؟ موقفه أن يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يكون خائفا فقط حتى يقنط من رحمة الله،
ولا يكون راجيا فقط حتى يأمن من عذاب الله، يكون بين الخوف والرجاء، هذا شأن المسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض أولياء الأمور أحضر إلى بيته القنوات الفضائية وتركها لأولاده وأهله، فما نصيحتكم لمثل هذا؟ هذا غاش لرعيته، لأن أهل بيته رعية له، يجب أن ينصح لهم ولا يدخل عليهم ما يضرهم في دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم. عليه أن يخلي بيته من هذه الوسائل التي تجلب الشر له ولأولاده وأهل بيته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لاحظنا كثيرا من الناس يتباهون بنشر أموالهم وبيوتهم وأطعمتهم على الجوالات، وذلك بتصويرها ونشرها بين الناس، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ وش الداعي لهذا؟ أنهم ينشرونها بالجوالات، المباهات أو غير ذلك من المقاصد لا ينشرها، الإنسان يستر نفسه، هذا من الفضيحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم عملية الحقن المجهري لتحديد النسل ليكون ذكرا أو أنثى؟ هذا لا أعرفه، يحتاج أنه يكتب للإفتاء ينظرون فيه، لأن هذا الجواب للجميع ما هو الواحد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا تأخرت عن صلاة الفجر وصليتها لوحدي فهل يجوز لي أن أجهر وأنا لوحدي؟ نعم، القضاء يحكي الأداء، فكما أن الأداء جهري فالقضاء أيضا يكون جهريا، ولو صلاها بالنهار، لو صلى صلاة الليل في النهار فاتت عليه فإنه يجهر بها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل كان يتاجر بالمخدرات ثم تاب، فماذا يفعل بالأموال التي جمعها؟ هل يتبرع بها؟ يخرجها إلى المصارف النافعة، لا على أنها صدقة، ولكن ليتخلص منها فيضعها في الجمعيات الخيرية وفي تسديد ديون المدينين المعسرين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لطلاب العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الماديات والملهيات وانشغل الناس بالدنيا؟ انصحهم أن يتعلموا طريقة طلب العلم، كيف يطلب العلم، يتعلموا ذلك، وهذا موجود في كتب العلم وفي سير العلماء والمعلمين، موجود هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي جار أراه يدخن ولا يصلي، ونصحته كثيرا إلا أنه لم يستجب، فما موقفي الصحيح تجاهه؟ أن تبلغ عنه رجال الفسقة ليناصحوه ويأخذوا على يده لعل الله أن يهديهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي في الصلاة بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى أن أقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من سورة آل عمران، وفي الركعة الثانية أقرأ ما تيسر من سورة البقرة؟ نعم، لا بأس، لكن ترتيب السور أحسن من كونه يقرأ بعضها قبل بعض، أحسن كما هي في المصحف، هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم كلمة وجه الله عليك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يستشفع بالله على أحد من خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على رجل لما قال: نستشفع بالله إليك، غضب عليه وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليه، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من طلق زوجته من غير عمد لكنه كتمها وتاب إلى الله؟ إذا تلفظ بالطلاق وقع،
ولو كان ما تعمد. الطلاق ليس فيه هزله جد وجده جد، يقع الطلاق ولو كان هازلا أو مازحا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم صلاة الرجل في بيته؟ لا يجوز له ذلك إلا من عذر، واجب يصلي مع الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقوم بعض الناس بتنظيم دورات للعب كرة القدم وتدفع المبالغ في ذلك، فهل هذا يجوز؟ لا، هذا تضييع للمال وتشغيل للناس بما لا فائدة فيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندي شقق مفروشة ووضعت فيها قنوات فضائية، فهل يكون الربح منها حلال أم حرام؟ شيل القنوات الفضائية ويكون الربح حلال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تكرار الفاتحة أو بعضها في الصلاة؟ لا يجوز تكرار الفاتحة، لأن الركن لا يكرر، قراءة الفاتحة ركن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول القائل: أمانة أعطني كذا، فهل هو حلف بغير الله؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالأمان، لا يجوز الحلف بالأمان، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صدمني شخص بسيارته وعوضني في علاجي على حساب التأمين، فهل يجوز لي أن أخذه من التأمين؟ أن تأخذ المال الذي تستحقه، والتأمين إذا كان فيه إثم فهو على الذي صدمك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص كان يأخذ مالا من الضمان الاجتماعي ثم توفي بعد ذلك ووردت أموال إلى حسابه بعد وفاته، فما يفعل بها أهله؟ يقول: أحسن الله إليكم، شخص كانت ترده أموال من الضمان الاجتماعي ثم توفي بعد ذلك، فماذا يفعل أهله فيما يرد من المال بعد وفاته؟ ماله للورثة، ومن تورع من الورثة وترك نصيبه فلا بأس، أما أن يقال لا يحل لك فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: طلقت زوجتي، يقول ووقع طلاقي في إغلاق، فهل يقع الطلاق؟ نعم. شلون في إغلاق؟ يعني ما يتصور الطلاق، يتكلم وما يشعر. إذا كان يشعر بما يقول يقع الطلاق، وأما إذا كان استحكم به الغضب وصار ما يدري ماذا يقول فلا يقع الطلاق. لا طلاق في إغلاق، يعني كونه ما عنده فكر يوم يتكلم من شدة الغضب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من نام عن صلاة الفجر لتعبه وسهره، فما نصيحتكم لمثل ذلك ممن يتهاونون في صلاة الفجر؟ لا يجوز هذا، لا يجوز التهاون بصلاة الفجر، بل يجب القيام لصلاة الفجر مع الجماعة في وقتها، ولا يتهاون بها ويقول متى ما قمت أصلي. لا، ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من الخروج على ولاة الأمر الطعن فيهم بالمجالس؟ نعم، ما في شك، هذا خروج بالقول، فلا يجوز الكلام في ولاة الأمور في المجالس، ولاة أمور المسلمين، لا يجوز هذا في ولاة أمور المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا دخلت المسجد ورأيت أناسا يصلون وأنا متأخر ودخلت وهم في سجودهم، فهل أتوقف حتى يرفعوا من السجود أم أدخل معهم؟ ادخل معهم لتحصل على أجر المتابع، ادخل معهم. وعند الفقهاء يقولون: من جاء والإمام على حال فليكن معه على تلك الحال. نعم. ويروى هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
إذا صلى المسافر المغرب والعشاء جمعا وقصرا فهل يقول أذكار الصلاة بعد صلاة المغرب أم بعد صلاة العشاء؟ صلاة المغرب ما هو جالس للأذكار، يفوت الجمع، لا بد أن يكون الجمع متوالي بين الصلاتين، فيجعله بعد الصلاة الثانية صلاة العشاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كنت على جنابة وعندي ماء لكنه قليل فهل يجوز لي أن أتيمم؟ إذا كان ما حولك ماء إلا هذا الماء القليل الذي يكفي حاجتك فقط طبخ والشرب فإنك تتيمم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا نسي المصلي سجود السهو فهل تبطل صلاته؟ يسجد للسهو، واجب عليه يسجد للسهو، إلا إذا طال الفصل فإنه يسقط عنه سجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إسبال الثياب من غير كبر ولا خيلاء يدخل في الوعيد المتوعد عليه الإنسان إذا أسبل ثيابه؟ نعم نعم، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، سواء تعمد أو كان قاصدا للإسبال أو لم يتعمد أو لم يقصد الإسبال، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من نسي فريضة كصلاة الظهر مثلا ثم جاءت صلاة العصر هل يقضيها مع العصر؟ يقضيها قبل العصر، قبل يصلي العصر بالترتيب، لأن الترتيب واجب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شاب وأحمل في قلبي هم المسلمين، فما نصيحتكم لي كيف أنفع المسلمين؟ بما تستطيع، تنفع المسلمين بما تستطيع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثر الحديث عن المهدي المنتظر، فما هو معتقد أهل السنة والجماعة فيه؟ أنهم يؤمنون بخروجه لكن لا يستعجلون ويقولون هذا هو المهدي المنتظر أو أنه وصل وقته، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد دوما أن أقلع عن المعاصي، ولكني عندما أقلع عن واحدة وأتوب أرتكب أخرى كترك بعض فروض الصلاة وسماع الأغاني. كل ما أذنبت ذنبا فتوب إلى الله عز وجل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: والدتي توفاها الله وكانت تريد أن تحج بيت الله، وأنا الآن أريد أن أحج عنها، إلا أني لم أحج حجة الإسلام لأني لا أستطيع أن أذهب لقصر في المال عندي، فماذا أفعل؟ نعم، حج عن نفسك أولا، حج عن نفسك أولا فريضة الإسلام، ثم تحج عن والدتك في العام القادم أو بعده. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جامعت زوجتي في نهار رمضان، فما هي الكفارة الواجبة علي؟ الكفارة ما ورد في الحديث، أولا تقضي هذا اليوم الذي أفسدته وهي تقضي أيضا، ثم إذا كانت المرأة مطاوعة لك ولم تعارض فإنها حكمها حكم، تقضي اليوم الذي عليها وعلى كل منكم الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لأخواتنا الحاضرات؟ يتقين الله سبحانه وتعالى ويحفظن فروجهن ويحفظن سترهن ولا يختلطن بالرجال ولا يتعرضن للفتنة منهن أو بهن. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط في مناصحة ولاة الأمر؟ السرية. من كان في الحديث من كان عنده نصيحة لولي الأمر فليأخذ بيده وليقل له أو ينصحه بينه وبينه، فإن قبل وإلا فقد أدى ما عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من طلق زوجته وهي نفساء؟ يقع الطلاق وهي حائض وهي نفساء، لكن مع التحريم يأثم بذلك ويقع الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إني مقصر جدا في أداء الصلاة والمواظبة عليها، فما هي نصيحتكم لي؟ أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تحافظ على الصلاة مع الجماعة ولا تتساهل في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أسرع إلى المسجد لكي أدرك تكبيرة الإحرام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقوا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن دون مس له وأنا على جنابة؟ لا، ولا آية. الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه ولا يحبسه عن تلاوة القرآن إلا الجنابة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل تزوج بأخته من الرضاعة وأنجبت منه عددا من الأطفال، فهل يفارقها؟ يجب عليه أن يفارقها، لأنها تحرم عليه بالرضاعة، والأولاد الذين جاءوا منها هم أولاده، لأن هذا نكاح شبهة يلحق الأولاد به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف أطرد الوسواس وأبعد عن الشهوات؟ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان. الله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم.